ووزيلهم اوردرات واجهوا كده في مراقبه الميديا ده، هو انتوا تشتغلوا شغل ده، انتوا تشتغلوا شغل ده، انتوا تشتغلوا شغل، انتوا شغل ده ما سياسه، انتوا تشتغلوا شغل ده، جيب لي تقرير كده، انت تجيب لي تقرير كده، انت تجيب لي تقرير، الحركه تكون فعاله. لكن انت تجيب لك ناس شايلين شنط، تجي زياره يجي تشك 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 جايين وراك، يجوا يحجزوا لك المؤتمر يتكلموا هم قاعدين وراك ده، ويصوروا وراك اللي يصوروا السيد المرشد، السيد المرشد، السيد فول ما عنده. هو بتاع التجديد ده اول حاجه انت تكلمه يديك تقرير. التقرير ده انت عملت شنو؟ قاعد تعمل شنو؟ ها؟ وبناء عليه انتوا في التقرير وتفاصيل التقرير ده ياكلوا كره جدادات وياخذوا مرتب وياخذوا تفاصيلهم ويتفرغوا تفاصيل ده، يدوك تقرير. بعد التقرير طوال الناس ده شيء تشيل تقول لهم المكتب ده نقيله فلان 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 فلان، انتم ما اشتغلتوا اي حاجه، زيد نشيلكم برا. ما نقول ده قريبي ولا ده حببتي ولا ده فكن ولا ده جن احمد، نجيب طوال الناس جدد توي. انا هسه المكتب اللي فات ده ناس كت ما اشتغل اي شغل، باخذ مرتب كده باخذ مرتب كده. دار تشتغل في الشغل ده هو يعني شغلنا النظام 23 ده شغلك. تدينا تاخذ كره جديده وعندك اعلام، انت شغال اعلام مهمه الاعلام، تدينا تقارير تدينا تفاصيل تدينا كده 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 كده. انت زول ما عارف ناسك ذاته بوقت وشنو بيقولوا شنو ذاته ما عارف. ناسك ده في الميديا علينا الناس الفلوتر، الناس انفقوا ما عندنا علاقه بالحركات، ما عندنا علاقه بالسياسه، ما عندنا ناس نشطاء فلوتر يا شباب. اول اي زول عرفنا لما نقول الكلام ده ما نتبع لمناوي ولا نتبع لجبريل ولا نتبع للقوى المشتركه ونتبع للجيش ونتبع للدراون والبراون ولكل القوات ده. فما عندنا شنو الرقابه اللصيقه، لكن نشوف انماط العنصريه وتفاصيل العنصريه. النقطه المهم جدا جدا في ملاحظتنا ده، انت ما فاعل، انت ما فاعل، عديل ما فاعل في جيش في حركه تحرير السودان. من ناوي انت ما فاعل، انت ناسك ده اللي انا ما شايفهم وناسك ده جزء، انا جزء ذاته منهم قد يكون، فبعرفهم الناس كتار متواصل معهم في الجامعات، ناس كتار عارفين بحكم زي ما بيقولوا حاجاتنا الكثيره دي لفنا كثيره. انت ما فاعل، عندك زول ده مستشار جيش تحرير السودان، زول ده بيشتغل عنصريه، بحاول بيبايد ما بين الفور والزخاوه، بيبايد ما الفور والزخاوه. جينا قعدنا معه يا فوزي خدامنا ما ودينا قدام تاني، خلى الفور والزخاوه بقى بيشتغل بقى عمسيب بتاع دارفور. شفتها؟ عادي نفس فوزي ده بقى عمسيب بتاع دارفور. عمسيب ما اعرف لك بتاع خليته مسح منشوره، عمسيب رد لي، عمسيب قال لي، عمسيب عمل لي، والله انا ما اعرف لك بتاع. هو يا عمسيب هو يا شماليين او شنو كده ما اعرف لك، هو يا شماليين انتوا اللي عاملين زي كده ما اعرف لك، ما اعرف لك شو يا شماليين انتوا ما اعرف لك، هو يا شيب يا بتاع. شوفوا يا اهلنا هوي انتوا ماشيين الحاجه فوق ده بيتكلم كانه هو رئيس القوى المشتركه وبمسك بتاعه، وحتى صراع اول حاجه ما بين الشماليين والزخاوه برضه اشتغل فوق زمن طويل بالمناسبه، صراع الشماليين وبيتعامل بقبيله الزخاوه بالمناسبه. اثنين بقى قاعد يقصي القبائل الثانيين نمره واحد، وبيدخل قبيلتك براء نمره اثنين، ونمره ثلاثه شنو؟ بصنا حيلمانه وبصنا جدل مع الشماليين برضه صنع كده يا زول. فبرضه ده جينا وقفنا فوزي بتاع ما اعرف لك برضه، والله انت يا اخواني انا كلامكم ده ما اعرف لك شنو، قلنا له انت فور بتاع مره ثانيه جينا شماليين بتاع، والله كلامكم خلاص وده ما زمن خلاص انا يا جماعه انا بعتذر من الكلام ده. المهم رقت لنا دسيس، انا ده جبت معه ذاته، انا ذاته جبت معه ذاته اعتذرت له قدام الناس، قلت له خلاص يا زول انا جبت معه ذاته بعتذر لك ما في مشكله، لكن اجيب من شغلك ده يا زول. فزعلان كده المهم الموضوع ده المهم مشى فيها. تعالى ما الكلام ده بدري بالمناسبه، انا مراقبينه وهو مستشار حركه وجيش تحرير السودان، ده الطامه الكبرى هنا، يعني ده الطامه الكبرى هنا. المشكله ما في فوزي، المشكله ما في فوزي، عشان كده انا اللايف ده ذاته فات وخدت فوزي ده عشان نتكلم عن المؤسسيه. المؤسسيه انت حركتك ذاته حركه بتاع شنو؟ انت حركه بس انت دار تقنقر بس انت ولا شنو؟ ده تجي بس ناس بس شايلين بندقيه وسور كده بس ولا كيف يعني؟ ها؟ ما ولا انت حركتك ده حركه بتاع شنو انت؟ هل البندقيه هو ده الدوله ده بحكيها بالبندقيه؟ كم دوله بحكيها بالبندقيه؟ همتي ده كان بحكي كان همتي ما بحكي لانه ما عنده تت، ما عنده العقل. انت ذاتك قاعد تثبت انت ما عندك التت. انت هسه كان ودوك الدوله ذاتك قال لك ديره تديرها كيف؟ دار تديرها بنفسه ويقول لك ده مستشار وده تفاصيل وده وقول ده دار تدير بها الحركه يا سيد من اركب النار، ولا دار تدير بشنو الحركه دي؟ ولا دار كم دار تدير اي مؤسسيه الدوله يقول دار تديرها بشنو يعني؟ اذا كان بدا وما قادر تتكلم خير امن وده مستشار جيش حركه تحرير السودان باسم منى. شوف يا فوزي حسن، الموجه ده مشى خلى زول ذاك فور ذا ما در او زول دريش حسن ده عمل دجل وعمل شت قرارات ما بين الفور والزخاوه ولا ابعد ما يكون. نما وسع نما وصل حتى ذاك ناس ذاته نما طمم من الكلام ذاك، لما هو بوصي فيها انا والناس يقفوا له هنا بقول يا فوز اقف من شغلكم ده، انا لا اقف خلاص يا جماعه اخواني انا بخليهم والله عشانكم بس.
شفتها؟ هو بس نطاونا وبيجي بيقول لكم والله يا اخواني انا بخليهم يشاركوا بس. هو ما عقل كراجي ده في الكلام ده بالمناسبه. بيجي بيستغلك انت كزغاويا وعشان تجي ترد له تقول له يا فوزي انت والله يا فوزي. ده القضيه اللي انا هسه داير اتكلم فيها. انت كزغاويا نمره واحد بيستخدم عاطفتك انت لانه هو قاعد بيبني على عاطفتك ده، لانه ده برضه مهم انت تجيب اسمك كزغاويا. بيجي بيستغلك انت وبيجي بيستغل قبيلتك كزغاويا ده ها، وبيجي بيسيبوه كده وبس شرخ. انت ما محتاج لشرخ مع الفور يا اخوي كزغاوي، ما محتاج لشرخ مع النوبه، انت ما محتاج لشرخ مع الشماليين، ما محتاج لشرخ انت ما محتاج لاعداء مع كل الناس. الزول ده فوزي ده بصنع لك اعداء مع كل الناس وباسمك، وبركب مكنه بتاعت نازيه وفاشيه. وفوزي حمامات ده فوزي حمامات ده بركب مكنه. ده اللقب بتاعه طبعا، ده لقبه لكل الناس اللي ما بعرفوا يا جماعه. فوزي حمامات المستر فوزي حمامات يا اخوانا، فبركب مكنه بتاعت نازيه وفاشيه من لا شيء، ما عنده ولا شيء، قاعد في مصر هناك مسكين فقير وكده يعني محامي، وكان مهنه المحاماه ذاته بقى ما فيه، وما في كراجي ذاته هسه محامي تشتغل هناك في مصر ما تقدر تشتغل محامي هناك، وفي السودان هنا الا تجي راجل. المهم هنا وهناك. ف ودارنا نجي فوق يا جماعه باسلوب هادي عن مستر فوزي حمامات. اخونا المستر فوزي حمامات فببعد من البتاع ما فور بتاع ما درج خميس الا بيسي في قبيله الفور وبيسي في عبد الواحد وبيسي في قبيله الفور باثنين سوا، وبيسي في عبد الواحد وبيسي في قبيله الفور. فبجي زي انت ذات بيش قبل كده ما اسبيت وقلت لا يا اخي زمان قلنا وندمنا للحاجه دي. ما خلاص علينا زمان قلنا انت تجي امانات خلاص ودار تجي خلط ده خلط علينا ده غلطانين. انت ذاتك قلت له الشغل ده لازم تقيف. انت ذاتك كنت قاعد مع زمان ما اعرف شنو شفت هنا هو ما الكراجه ده عديل. انا زمان ده شيء عفوي بس هو ده برد له ده برد له، لكن ده شغل ممنهج، ده بيشتغل شغل بسياسه، شغل نظام نجيب. شاف الكوره ماشيه وجاي طوالي في طنبور قال كده طوالي اسمع بيجي سوق الموجه ده ها نظام انه شنو دير ذاته. انا كم بليت الشغل ده معناته شنو موضوع هسه يعني شايفين الزول ده اول حاجه شايفين الزول ده مفتي كيف يا والله اقربك انا بوقع لك اقربك زود والله مفتح خلاص عشان انا ارجع اوقع لك يا اخواننا ده ما لقى كان في موجه كده ما بين طنبور واخواننا في القوى المشتركه ده يعرف انه شنو الجو معكر ما بين طنبور والقوى المشتركه ده معناته انا ناكرها ذاته شنو يجب تغيير اقليم دارفور، يجب شنو كده ما اعرف لك شنو ها انتوا ما اعرف لك شنو كده ما اعرف لك ناس اهلنا ده شنو كده ما اعرف شغالين شنو بيسيب مهن لاهلنا في برضه دارفور بيلحل ما بيجيب قبيلتهم بالمناسبه بيلحل لهم بفوق ويلحل لهم بفوق كده عشان اهل الفور ده كله يجيب هناك ويجي يسبوا ميتين لاهلنا الزغاوه ويجي تفاصيل اهلنا الزغاوه يجي انت اي كلام فوزي. في عنصريين برضه الجهله هو بيجي بيستقطبهم هنا بيستقطب العنصريين الجهله ده بيجي برضه شنو والله فوزي والله بالله الجماعه ديل والله ديل شنو كده ما اعرف لك شنو ها والله كوره شنو كده ما اعرف لك ها والله فوزي قدام والله شنو بيصطف بعمل مغناطيس بتاع بئره ومعكننه والمنشور بتاعه ده عباره عن دبليو سي. شفت هو ذاته الزول سماه فوز حمامات اقسم بالله الزول ده معلم مره واحد. السيد فوق حمامات منشور عباره عن حمام كبير فوق كل القراليد والله العظيم المعكننه دبان ده كله هناك في منشور ده نيا نو 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 حول اسم ده في حمام بتاع فوزي ده حمام بمعنى الكلمه فوزي حمامات ذات انت ذات العنصريين ده ذات الله قدام اسامي اجوا كله قصريه وفوزي حمامات وفوزي شنو وكميه بتاع التفاصيل. ده القضيه المهم جدا جدا قصريه وفوزي حمامات يا قصريه يعني اسامي ذاته متقاربه يعني ذاك قصريه ده فوزي حمامات. انا هسه جبتك ده دايرك تشتهر ذاته ومش انا دايرك تشتهر لكن انا داير ما دايرك تشتهر انا داير نوري نعلم اولادنا ديل نعلمهم فن السياسه ونعلمهم الزول اللي بيشوفك انت فار وبيجي طلع فوق السياسه ده انا نفكك لك جمله توصل كده الزول ده زول شغال مع فوزي يعني الفور والزغاوه ده شغال من بدري زول ده انا وقفنا معه هلال مريخ قلنا له طيارك ده الفار فوق ده عنا ها الفور ده اهلنا يا زول طيارك ده ضد يا زول وبتاع ركبناه وعديل وقف هذا قال والله خلاص يا اخواني والله ما اعرف لك شنو مفتحين هذول ودوما تلقى مع رشاد اونشي ها ورشاد اونشي ده تجيب هناك ودان بهادي شتا. اذا الزول ده هو مع السودان القديم مع السودان القديم اللي فيه امن القبائل وبلعب سياسه وباكل كراجات ذاته من المحل ده انا خايف ده تحليل له وانا لا اشك تماما الزول ده انا تحليله ده بكون في محله بس
مع العنصريه ده في محل واحد رشان اوشي ده بقول انت فوز الجخالين ده فوز الجخالين ده فوز الجخالين ده. يعني انا في التحليل كيف في الزمن اللي كان عمسيب طبعا مات طبعا عشان يحيوا عمسيب لازم يجيبوا له زول عنصري ويشتغل في العنصريه مشان عمسيب يبدا يشتغل نفس الجهه هذا بالمساواه. ها يا تابع للجنجويد ساوي تيت برضه شنو ف امه من الضفه الاخرى. فصحيح انقطع برضه ما اعرف. فهذا برضه من ضمن الاخاوي اللي قاعد يجي. وزال محامي ده النقطه المهم جدا جدا. فشوف يا رصاط انت الزول ده استقل البيئه المواتيه بيشتغل مع دريج خميس ما اعرف لك انتوا شنو وانتوا شنو فور زخاء وسعني وقت اللي لقى الناس ده كلهم ضده خلى الموضوع ده. فتاني مع الشمالين قال انا مع مسيب ما ادراك مع مسيب ما ادراك مع مسيب صح العنصريين هناك. تاني شفت جاب مع مسيب شفت مع ادراك مع مسيب برضه وقفناه هو يا قريبك هو انت شنو شغال لنا شنو زي اللي انا زعيم داك زعيم الشماليين وده زعيم هو يعرض بقول انا زعيم دارفور بقول انا زعيم الزخاوه. عشان كده الزخاوه لابد ينتبهوا للزول ده. انا برسلهم زول قاعد في مصر امشي له في بيت عديل قول له جيب يا قريبك الموضوع ده ما تستحوى بول بالمناسبه. اي زول الزول ده لما بيجيب هوا كل الزخاوه ما بيجيب هوا بيش انا ولا بيجيب هوا اذا في زخاوي قاعد هنا ولا في 10 قاعدين هناك لا بيجيب حاجه جنرال وبيستقط قبيلتك ده بخطوا في ايران تجارب والدوله القديمه ده حكمت 100 وكم سنه كيف ما في سياسه فرق تسد بالمناسبه انجليز حكم بسياسه فرق تسد. الدوله القديمه بدون سياسه فرق تسد ما بيش. ناس العنصريين القديمه ناس جوده ناس شنو ده كله داري يعمل فرق تسد بس اي عنصر بدون فرق تسد ما بيش. انا كمان فرق تسد ده العنصري جوده دقاو خالد من الشمال لو التهيه والتجله ده فوزي دقاو بيش من الخرب من زول ذاته من نفس معه ذاته في نفس بلاو فلان دق بلاو كده شفت كده انا نحسن عنصريين. نرجع لاخونا فوزي والشغل بتاع اخونا فوزي يا رصاط. اخونا فوزي ده قاعد يشتغل شغل مهم جدا جدا بيشتغل ذكاء خارق جدا جدا. عشان كده انا دوما قاعد اقول الكلام ده. الزول انا بعرف الزول ده انا قاعد نواه في الواتساب يتكلمنا معاه زول مفتح يا قريبك مفتح يا زول مراوغ هو داير يكون في نفس البيئه. هسه يعني قام فوق موجه هسه قمت فوق موجه